النهاردة هنتكلم عن موضوع ممكن يكون أهم حاجة في حياتك كلها. إزاي تضع لنفسك أهداف قوية وتوصل لها فعلا. أولا، الهدف يعني إيه؟ الهدف هو نتيجة واضحة أنت عايز توصل لها، مش مجرد أمنية ولا كلام في الهوا. الهدف حاجة بتحسها من جواك وبتصحى كل يوم علشان تشتغل عليها. الهدف هو اللي بيدي لحياتك معنى ويخليك تقوم من السرير بعزيمة. ثانيا، اعرف نفسك. قبل ما تحدد أي هدف اسأل نفسك: إيه اللي بتحبه فعلا؟ إيه اللي بيحركك من جوه؟ وإيه الحاجة اللي لو حصلت هتقول دي الحياة اللي كنت بدور عليها؟ ناس كتير بتعيش بأهداف مش بتاعتها، أهداف الناس مش أهدافها هي. علشان كده لازم تسمع لنفسك الأول. ثالثا، حدد أولوياتك. مش كل حلم يستاهل وقتك. لازم ترتب أهدافك حسب أهميتها وتأثيرها على حياتك. اسأل نفسك: هل الهدف ده هيطورني في شغلي، صحتي، مستقبلي؟ وابعد عن الكلام العام زي عايز أبقى ناجح. ده مش هدف. الهدف الحقيقي: عايز أزود دخلي 50% قبل نهاية السنة. رابعا، استخدم قاعدة سمارت. أي هدف لازم يكون محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، مرتبط بحياتك وليه وقت محدد. غير كده ده حلم مش خطة. خامسا، اقسم الهدف. أكبر غلطة إنك تحط هدف كبير وما تعرفش تبدأ. لو عايز تتعلم لغة في 6 شهور، أول شهر كلمات، تاني شهر استماع، تالت شهر ممارسة. خطوات صغيرة اسلو لتقدم مستمر. سادسا، الصبر والمثابرة. النجاح مش سباق سرعة، النجاح سباق نفس طويل. اللي يكمل بعد التعب، اللي يتعلم من الغلط، هو اللي بيوصل في الآخر. سابعا، ثق في نفسك. انت تستحق النجاح مش أقل من أي حد، وكل خطوة بتاخدها تقوي ثقتك بنفسك. ثامنا، قيم تقدمك. كل أسبوع اسأل نفسك: أنا وصلت لفين؟ هل محتاج أغير الخطة؟ المتابعة هي اللي بتخلي الهدف حقيقة. وفي الختام، لو طبقت اللي سمعته ده هتلاقي حياتك بتتغير خطوة بخطوة. افتكر دايما: الأهداف مش للتمني، الأهداف علشان تتنفذ. لو الفيديو عجبك اشترك في قناة كملها وفعل الجرس، وخلي التغيير يبدأ منك النهاردة.